محبي قصة بطل، مرحبا بكم. اولا غنوجه التحيه للناس اللي ضحكوا عليا فاش قلت اننا غنربحوا البرتغال. ثانيا ما تصوروش شحال انا فخور حيت مغربي، وماشي فقط حيت تاهلنا لنصف نهائي كاس العالم. حنا سكتنا بزاف ديال الصحافه الاوروبيه اللي قالت ان التاهل ديالنا في المرتبه الاولى من المجموعه اللي كنا فيها كان بالصدفه، وان فريق كرواتيا فريق منتهي وضعيف، وحنا شفنا كرواتيا قصات المرشح الاول للفوز بكاس العالم البرازيل، وان الفوز على إسبانيا كان بالحظ وبضربات الجزاء فقط. كنظن انه دابا ما عندكم ما تقولوا، خاصكم تحترموا المنتخب ديالنا وتعترفوا اننا من اقوى المنتخبات في العالم، واعترفوا اننا احسن جمهور في العالم، واعترفوا ايضا اننا قادرين نمشيو بعيد ونكملوا الحلم اللي بدينا مع وليد. وكالعاده ما غنهضرش على هذا الانجاز حيت باقي ما ساليناش. قصه اليوم هي على واحد الفنان تشكيلي اللي خلى العديد من المحللين منبهرين بالاداء ديالو. فقبل ما نفكر انني ندير عليه مقطع، قلبت في لائحه الاسود على لاعب اللي تكون القصه ديالو فيها استفاده وعبره، وانا كنقلب بلي واحد اللاعب ساكت. قبل مباراه البرتغال ما كناش كنشوفوه بزاف في التصاور، وحتى وسائل الاعلام ما كيهضروش عليه بزاف، لكن لاعب كبير ما غيعرف بقيمته غير مدرب كبير. لويس انريكي مدرب المنتخب الاسباني غيطلع للندوه الصحفيه بعد مباراه المغرب وإسبانيا وغيقول: أكثر من فاجأني هو صاحب الرقم 8، إنه جيد جدا، لقد فاجأني. من أين أتى هذا اللاعب؟ أنا غادي نقول لك من أين أتى هذا اللاعب. هذا منتوج مغربي 100%. هذا إنيستا العرب. اليوم غنعطي لهذا اللاعب حقه وغادي نقول ليه شكرا، ماشي حيت تقاتلتي في مباراة اسبانيا، ما غنقول لك شكرا حيت كنتي من احد الاسباب اللي خلاتنا نتاهلوا لكاس العالم، بل غنقول لك شكرا حيت عطيتي امل لولاد بلادي، واكدتي بالفعل ان اي واحد من المغرب يقدر يوصل للعالميه. وغنقول لك شكرا حيت صبرتي على العنصريه والتهميش اللي تعرضتي لهم في البدايات ديالك بالديار الفرنسيه. قصه اليوم فيها بزاف ما يتقال ورسائل خاص يسمعها اي واحد كيحلم يوصل لشي حاجه. تاكد انك وضعتي اعجاب للمقطع والاشتراك معنا الا كنتي جديد، ونبداو. 19 ابريل من سنه 2000 غيتزاد الطفل عز الدين أناحي وسط عائله رياضيه، لقى راسو وسط احياء الدار البيضاء، وبالضبط حي لاله مريم. عشق كره القدم غيبدا في سن 5 سنوات. عز الدين بانت الموهبه ديالو مختلفه مقارنه مع الاطفال اللي كان كيلعب معاهم في الحي، والاسم ديالو غيبدا يتداول بين ابناء حي لاله مريم، حتى لواحد النهار غيشوفوا احد المسؤولين في نادي الرجاء وغيديه لاحد الاختبارات اللي كيقوم بها النادي الاخضر. المسؤولين في النادي شافوا فيه لاعب موهوب كيقدر يتحكم في الكره بشكل جيد وكيمتاز بالسرعه والمراوغات الجميله، وهذا اسلوب يتلائم مع فريق كالرجاء. فبالفعل غيتم القبول ديالو في الاختبار وغينضم للنادي في سن 10 سنوات. عز الدين غيتبت راسو اكثر سواء مع فريق الرجاء او مع الفرق المدرسيه اللي كان كيمر منها، وخصوصا التالق ديالو في كاس دانون للامم في سن 13 سنه. وهنا غيبان احد مكتشفي المواهب بالمغرب، ناصر لارغيط، اللي كيرجع ليه الفضل الكبير في اكتشاف العديد من المواهب في المغرب، وهو المدير التقني لاكاديميه محمد السادس، وغيطالب بالتحاق اللاعب عز الدين أناحي للاكاديميه. وهذه اهم مرحله في حياه أناحي. في الاكاديميه غيطور راسو اكثر، غينضبط اكثر، والمستوى ديالو غيرتفع، بالاضافه الى انه غيتعلم كيفاش يستغل المهارات العاليه اللي عنده. ودابا جا وقت الاحتراف والتوجه لاحد الانديه باوروبا. داكشي اللي وقع سنه 2018 غينضم لنادي ستراسبورغ الفرنسي، لكن للاسف هذه كانت اصعب مرحله في حياه عز الدين. اللاعب غيتعرض لتهميش كبير من طرف المدرب، والاكثر من ذلك انه كان كيتعرض للسخريه من طرف الزملاء ديالو في النادي وايضا المدرب بسبب البنيه الجسمانيه الضعيفه اللي كان فيها، الشيء اللي غيخليه يدوز من ظروف خايبه. فماشي بالسهل على لاعب في البدايات ديالو تواجه هذه العنصريه وما يلعب حتى مباراه مع الفريق، فكان ضروري من تغيير الوجهه. لكن فين غيمشي؟ أناحي فكر مزيان، وهنا كتبان المغامره في اتخاذ القرار الصحيح. فبلاص ما يرجع للمغرب قرر يتعاقد مع نادي افرونش الفرنسي اللي كيلعب في الهوات. فماشي مهم درجه الفريق، بل الاهم هو ياخذ بلاصتو كرسمي ويبين الموهبه ديالو للناس، هكذا يتعرف اكثر ويمشي لنادي كبير. خطه ذكيه بزاف وناجحه. ففي خلال عام واحد فقط مع هذا الفريق بين على المهارات ديالو العاليه كصانع العاب وقدم مستويات رائعه، والخطه مشات كما بغى. فريق انجي الفرنسي غيقدم ليه عرض رائع، وهو نفسه الفريق اللي كيضم لاعب المنتخب المغربي سفيان بوفال، واللي كان احد الاسباب المهمه في وجود
وجود أناحي بالمنتخب. ففي الوقت اللي كان معظم المغاربة ما كيعرفوهش، مشى المدرب السابق خليلوزيتش باش يحضر لأحد مباريات بوفال مع الفريق. بالصدفة كيلاحظ تواجد لاعب مغربي في وسط الميدان، عجبو الأداء ديالو بزاف، حيت بدايات أناحي مع الفريق كانت رائعة جدا وبدات بتسجيل الأهداف من المباريات الأولى. المهم بعد عودة خليلوزيتش للمغرب غيوجه ليه الدعوة لأول مرة سنة 2021. أناحي تواجد في اللائحة اللي لعبات كأس إفريقيا الأخير بالكاميرون، لكن المباراة اللي غيخطف فيها قلوب المغاربة كاملين هي المباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم ضد الكونغو، مباراة الذهاب في كينشاسا. أناحي في مقاعد البدلاء وما لعبش، مواجهة سهلة التعادل 1-1. مباراة العودة في كازا أناحي رسمي سجل هدفين وقدم أداء خلى الجمهور المغربي مصدوم وكيقول بحال لويس إنريكي منين جا هذا. كون وقف أناحي وفقد الأمل في المرة الأولى اللي مشى فيها لفرنسا وتعرض للظلم، ما كناش غنشوفوه دابا كيصنع التاريخ مع المنتخب المغربي. الحياة غتعطيك عقبات وتجارب، إلا بغيتي توصل فخصك تجاوزهم بأي طريقة وعمرك ترجع للور. عارف أن الوصول من المغرب أصعب، لكن راه ماشي مستحيل. دير النية وحلم، راه الأحلام فابور. ودابا نرجعوا لأناحي ونجاوبوا الناس اللي كيقولوا انه ما كيقدمش مستوى مزيان في المونديال. هادشي راجع للاسلوب الدفاعي اللي كنلعبوا به. اسلوب اللعب ديال أناحي هجومي كيعتمد على المهارات وايجاد مساحات للانطلاق مع التسديد من بعيد، ورغم ذلك كيعاوننا بزاف دفاعيا وكيساعدنا في اخراج الكره بشكل سلس مع زياش او بوفال، بالاضافه للتمريرات الحاسمه اللي كيقدم، كالتمريره الاخيره اللي قدمها للاعب شديره لكن للاسف ضاعت. وبطبيعه الحال ما غنبقاوش نلعبوا دائما دفاعيا، ففي كاس افريقيا مثلا غنلعبوا باسلوب هجومي. ديك الساعه غنشوفوا أناحي اكثر وغنتمتعوا باللعب الانيق اللي كيقدم. عز الدين كيبلغ من العمر حاليا 22 سنه فقط وكيقدم موسم ممتاز مع الفريق ديالو، لكن بالتاكيد غيتوجه لنادي كبير بعد المونديال. وهذا الشيء اللي تبين مع نهايه مباراه البرتغال. الجماهير العالميه والصحافه والمحللين قالوا ان أناحي ما خصوش يبقى مع فريق انجي وخصو يتوجه لاحد الانديه الكبيره في العالم. محبي قصه بطل، شكرا بزاف على التعاليق اللي قريت في المقطع السابق. صراحه وبدون مجامله اكتشفت باللي متبعيني ناس في المستوى، شكرا بزاف من القلب. وان شاء الله قناه قصه بطل غتكون من احسن القنوات في المغرب. واللي عنده شي اقتراح او ملاحظه ما عليه غير يراسلني في حسابي على الانستغرام منير غزالي. وكان معكم منير، الى اللقاء. شكون حنا؟ شكون حنا؟ تقول لي شكون حنا؟ تحت ما يبحنا. قولوا لي حد ما قلت علينا، حد ما قلت علينا. ديروا النية، ديروا النية.